السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد هنتكلم على مباراة منتخب المغرب الشقيق ومنتخب جزر القمر. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت، وهنسيب لكم الأهداف في أول كومنت مثبت على قناة التليجرام قناة توقعات الملاعب. هتكلم على تشكيل متوقعة لمنتخب المغرب وهي 4-3-3. عندنا في الهجوم هيكون الزلزولي ودياز، وطبعا اتوقع ان هم هيعملوا مباراة كبيرة جدا وهم لعيبة كبار في منتخب المغرب. طبعا اشرف حكيمي تحت، يعني هنشوف ان شاء الله لعب جامد جدا جدا من المنتخب المغربي. تشكيل متوقعة لمنتخب جزر القمر وهي 3-4-1-2. طبعا كبداية او كمان المباراة دي بتتلعب في المغرب، فاعتقد ان منتخب المغرب هيقدم مباراة عالمية جدا وهنشوف فيها كتير من الاهداف. اتوقع ان المباراة دي تنتهي بالفوز لمنتخب المغرب 3-1، وممكن كمان يسجلوا اكتر من 3 اهداف في مباراة اليوم. واحسن حاجه بتعجبني في المنتخب يعني منتخب المغرب ولاعيبه المغرب عامه، ان هم حتى لما بيبقوا كسبانين بيلعبوا وبيهاجموا اكتر، فاعتقد ده ممكن يخلينا نشوف مباراه كبيره واهداف اكتر في مباراه اليوم. لو وصلت لنا ما تنساش تصلي على حبيبك النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. وشكرا على دعمكم في الفيديوهات اللي فاتت يا احلى داعمين. كان معكم عبد الرحمن رفعت من قناه توقعات الملاعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.